بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمين العجايبي. بنكمل مع بعض سلسلة حياة أبونا القمص مقار شنودة. بس قبل ما نبدأ حكاية النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمين العجايبي. تعالوا بينا نتعرف النهاردة على مواقف جديدة بتدينا بركة من حياة أبونا مقار شنودة، وازاي بنتعرف ان يعني احنا على الرغم من ان احنا بنشوف خدام كتير لان هم اوقات بيتذمروا في الخدمة بتاعتهم، نشوف ازاي ابونا مقار كان بيخدم وخدمته كانت بتبقى عاملة ازاي في القرى زمان، وما كانش عمره بيكل او يتعب او يمل. في يوم من الأيام أبونا مقار كان بيصلي كل يوم حد في قرية اسمها قرية حارس بجوار أبو المطامير، وكان بيستنى في كنيسة العذراء مريم أبو المطامير يوم السبت في الظهر لغاية ما تجيله عربية عشان تاخده للقرية اللي هي قرية حارس دي، ويقوم ان هو يفتقد الناس كلها ويعدي على البيوت كلها، وبعد كده يبات عندهم ويصلي القداس صباح يوم الحد. وفي يوم من الأيام في يوم سبت كانت ليلة الحد التاني من شهر كياك، وكان اليوم ده مطر شديد جدا والبرد أشد. أبونا استنى لغاية في الكنيسة عشان العربية تيجي، ما جاتش. فأبونا قال أنا مش هضيع اليوم، ولو العربية ما جاتش أنا مستحيل معملش قداس تاني يوم. فأبونا قرر إن هو هيروح لقرية مجاورة ليهم، أقرب يعني من القرية التانية، وافتقدها، وكان عدد الأسر فيها كتير جدا جدا، وبذل مجهود كبير جدا إن هو يلف على بيت بيت زي ما هو متعود، واستعد للقداس وبات عند أحد البيوت يعني ونام يعني عندهم لغاية ما جه نص الليل، لقى ناس بتصحيه الساعة 12 بالليل، ومعاهم جرار جايين من قرية حارس دي، وعرفوه ان الطريق صعب جدا، والطريق طبعا غير ممهد كله طينة بسبب الشتاء والموضوع بالنسبة لهم صعب، والعربية ما قدرتش ان هي تعدي بالطينة عشان العجل بتاعها كان صغير، انما الجرار العجل بتاعه كبير فقدروا ان هم يعدوا بيه. وراحوا جم من قرية حارس وقالوا لابونا ان هو جايين ياخدوه يعني علشان يروح يعمل القداس عندهم. فعلا ابونا ما سابهمش يمشوا، لا راح معاهم وهو راكب الجرار بالليل، والجو كان صعب جدا وبرد، يعني الجرار ده مفتوح من كل مكان. راح معاهم ووصلوا متأخر جدا، وهو فعلا يعني ملحقش ينام كتير وصحى بدري عشان يعمل القداس. وابونا كان بيتعب بروح الخدمة وما كانش بيتذمر، عمره ما قال ان هو تعبان. ابونا مقار شنودة كان بيرشد الناس ويعلمهم مش بالكلام، بالعكس كان بيعمل مواقف وافعال الناس تتعلم منها. يعني يبدو ان ابونا بسيط، لكن هو كان حكيم جدا وحازم جدا، لكن بمحبة واتضاع في ارشاده. لما يكون في حد بيعترف عند ابونا يعني، والاعتراف فيه اخطاء يعني ممكن تخلي الشخص اللي بيعترف يبقى يائس من شدة الخطية بتاعته وخجلان من نفسه، كان ابونا يكرر له عبارة انت بركة كبيرة. كان بيحاول يدفعه بروح الرجاء ان هو يبعد عن اليأس علشان يبطل الخطية اللي بيعملها دي. اوقات تانية الاعتراف كان بيبقى فيه كبرياء وذات، يعني اللي بيعترف بيقول الحاجات دي. كان ابونا يسيب المعترف يخلص اعترافه خالص، وبعد ما يقرأ له التحليل ابونا بينحني ويبوس ايده، بيخجله يعني بيعلمه التواضع والاتضاع، بيديله درس من غير ما يقوله اتعلم التواضع، لان لو اداله ارشادات واوامر الشخص ده عمره ما هيتقبل الموضوع. لكن ابونا كان بيتصرف الموقف نفسه بيعمله، يعني بيعمل الموقف بنفسه فالناس تتعلم منه، يعني كان بيرشد بأعمال مش بكلام. وأوقات تانية كان الاعترافات بتبقى فيها إدانة،
لكن ابونا كان مش بيحب الطريقة دي خالص، كان بينصح بشدة على عدم تكرار الخطية دي، ويكرر ويقول لهم إلا دي بلاش الإدانة، ويقول لهم لا تدينوا لكي لا تدانوا. كان ما يحبش الموضوع ده، كان بيشد فيه ويبقى حازم فيه جدا. ابونا مقار كان كمان عنده ان المرضى ليهم مكان خاص في قلب ابونا مقار. بعد ابونا ما كان بيقضي رحلته اليومية الصعبة، بنلاقي ان ابونا ما بيعتبرش نفسه خدم الا اذا ناول المرضى في بيوتهم، لان ملهمش فرصة ان هم يروحوا يحضروا القداس او يروحوا المكان اللي بيكون فيه القداس. ابونا كان مداوم على مناولة واحدة مريضة بالجذام. المرض ده خطير جدا ومعدي، وفي مرة ان هو ناولها كان ناولها في مرة يعني، وبعديها راح لنفس المكان اللي بيعمل فيه القداس ده بعد 15 يوم بالظبط. وكان القداس في نفس البلد، لكن مكان بعيد عن بيت الست المريضة دي. وبعد ما ابونا ناول الكل، وكان عددهم كبير جدا، وبرغم ان صحته كانت ضعيفة ومرهق طول اليوم واليوم اللي قبليه، الا ان هو اصر على انه ياخد جزء او جوهرة من المناولة ويروح يناول الست المريضة دي. ولما قالوا له ان هي اتناولت من 15 يوم بس، وان هو اليوم ده يعني ان هو تعبان، بلاش اليوم ده، رد قال لهم هو انا لسه تعبت؟ انا لسه هبتدي اخدم دلوقتي؟ فشخص قال له يا ابونا انت ناولت كتير النهاردة. قال له النهاردة كل اللي تناولوا دول قادرين ان هم يروحوا الكنيسة في اي وقت، وليهم فرص كتير للتناول، انما المرضى دول ملهمش الفرص الكتير دي. لازم انا اناولهم. اللي بيتناولوا دول ليهم رجلين جم بيهم للقداس، انما الست دي ملهاش رجلين، احنا اللي نروح لها بجواهر القداس لغاية عندها. كمان ابونا لما كان بيروح كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس في كفر الدوار، كان الناس مش بتتخيل كمية التعب اللي ابونا كان بيبذله مع المرضى اللي كانوا بيجوا الكنيسة في الوقت ده اللي هو بيروح فيه. ابونا كان بيقوم الصبح بدري جدا يصلي القداس زي عادته، ويناول كل اللي كانوا موجودين في القداس وبيصلوا مع ابونا. وبعد القداس ابونا ياخد جواهر التناول للناس اللي ما كانوش قادرين يطلعوا الكنيسة او يروحوا الكنيسة ويتناولوا. كان بينزل لهم في مكان معين بيكونوا قاعدين فيه، ده مخصص لصلاة المرضى، وكان بيصلي صلاة رفع بخور باكر مرة تانية، وبعدين يقول تمجيد الشهيد العظيم ماري جرجس، ويصلي لكل مريض لوحده ويرشدهم ويقعد يتكلم معاهم، واللي محتاج ان هو يعترف او كده بيقعد معاه. وبعد كده يبدأ ان هو يتناول يفطر، يعني يفطر الفطار البسيط بتاعه ويقعد يستريح شوية، وبعدين يرجع تاني بعد الظهر مرة تانية يصلي للمرضى تاني، ويرجع بعد كده يصلي العشية ويعمل تمجيد للشهيد العظيم ماري جرجس، ويصلي لكل المرضى اللي كانوا بيبقى عليهم أرواح شريرة وبيصرخوا وبيبقى عندهم تشنجات شديدة جدا. وآخر الليل يرجع ينام بعد ما يكون أنهك أو تعب جدا من الخدمة، وهو ما كانش بيشتكي أبدا. ربنا كان مدي أبونا مقار بركة إخراج الشياطين، وتمجد اسم ربنا على ايده كتير جدا، وعمل معجزات كتير جدا تعد بالالوف. ابونا مقار كان بيسجل في كشاكيل المعجزات اللي كان ربنا بيعملها على ايديه، لكن كان بيسجل كل معجزة في سطر واحد، يكتب الاسم والعنوان ونوع المعجزة. فمثلا لو الكشكول 100 ورقة، بالتالي 200 صفحة، يكون الكشكول مثلا في 4000 سطر، يعني 4000 معجزة في الكشكول الواحد. وابونا في الوقت ده كان ملا 3 كشاكيل، يعني 12000 معجزة، ده غير اللي ما تسجلش من المعجزات التانية وهي اكتر بكتير. اللي يسأل على الكشاكيل دي يقول ان هي اختفت بطريقة ما، يعني انسان او اي حد ما كانش محتمل ان المعجزات دي تظهر او الناس
وبتعرف عن المعجزات دي. لكن العجيب ان المعجزات في منها كتير اتنشر وبتتنشر، ولسه في ناس كتير بتتكلم وتقول عن معجزات ابونا مقار. وده كمان يعني بيبين بركة وقداسة ابونا مقار شنودة. لسه هنكمل مع حضراتكم قصة حياة أبونا مقار في معجزات في فيديوهات تانية، ولسه سلسلتنا مكملة معاكم عن حياة أبونا مقار شنودة. كده بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا ريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيركم يستفيد، واللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس وماريمينا العجايبي. أرجوكم اذكروني في صلواتكم. سلام.